المسودة. طبعا لغير المتخصصين رأيي، لأن متصور أن الشعب المصري شعب واعي يقدر يقيم كويس قوي ما يتفق مع الحق والعدالة والمعقول والمقبول، وأيضا رأي الفقهاء الدستوريين ويعني من لهم آراء محترمة قانونية أيضا كان لهم تعليق على هذه المسودة. زي ما وعدت حضراتكم احنا النهارده هنتكلم ونفرد ساعه البث المباشر كامله للحديث عن هذه المسوده تفصيلا، هنشرحها لان مشرفنا النهارده زي ما متعودين هو بيستقرأ لنا القوانين بشكل بسيط، بيفهمنا بشكل دقيق. سياده المستشار كمال اسلامبولي رئيس المجلس الوطني ورئيس اللجنه الدستوريه بالمجلس الوطني، اهلا وسهلا بحضرتك، مشرفنا. كل سنه وحضرتك طيب سياده المستشار. يعني سعيده ان حضرتك تكون موجود معانا، وكمان بشكر حضرتك تشريفك النهارده. مفترض انك تكون بتحتفل في البيت بهذا اليوم، لكن وجودك معانا النهارده في البيت اهو ده شرف مع لينا. كل المصريين ابقى في البيت، ده شرف لينا يا فندم. في ادفأ من كده علاقة حب بين شكرا. الناس، ما فيش احسن من شكرا كده. لتقديرك وذوقك يا فندم. هنتكلم النهارده عن مسودة الدستور بين القبول والرفض بعد الفاصل لو تسمحوا. وما زال بيشغلنا أيضا اللجنة التأسيسية والخلاف الدائر حول اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور، ومفترض أن يتم طرح الدستور بكامله، أو على الأقل مسودة الدستور أن يكون هناك اتفاق كامل حول المواد الخاصة بمسودة الدستور داخل اللجنة التأسيسية، أو على الأقل الأغلبية الخاصة باللجنة التأسيسية. ولكن حتى الآن زي ما تابعنا، زي ما بنتابع مع حضراتكم، أن هناك خلافات شديدة وعنيفة داخل التيارين السلفي والليبرالي داخل اللجنة التأسيسية. النهاردة بنكمل ونتابع ما يحدث داخل الجمعية التأسيسية، وطبعا آخر يعني المستجدات والأخبار الخاصة باللجنة التأسيسية هي إحالة الطعون بتشكيل لجنة تأسيسية المحكمة الدستورية العليا. اتكلمنا بالأمس عن السيناريوهين إذا ما تم القبول أو الرفض. النهاردة بيطلعنا في جريدة الأهرام أيضا متابعة حول الجمعية التأسيسية، والمنشط بيقول أن الجمعية التأسيسية اختيار رئيس الجمهورية من الأغلبية، اختيار رئيس الحكومة من الأغلبية. قررت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور أمس تعديل نص المادة 143 خاصة باختيار رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الحكومة، حيث اتفق على أن يكلف رئيس الجمهورية حزب الأغلبية أو الائتلاف الحاصل على الأغلبية بتشكيل الحكومة الجديدة. قال دكتور محمد محي الدين مقرر الدفاع والأمن القومي بلجنة نظام الحكم أنه تم الاتفاق مع ممثل لجنة الصياغة على أن يتم تقديم مسودة نظام الحكم للجمعية التأسيسية، ويكون لأعضاء لجنة الصياغة الحق في اقتراح ما يرونه وعرضه على التأسيسية في جلسة عامة دون التعدي على أعمال لجنة نظام الحكم. عايزة أسأل حضرتك بس سيادة المستشار تعليقك على ما يحدث الآن داخل الجمعية التأسيسية من خلافات، والأمر المطروح مؤخرا من يعني انتقال الدعوة أو هذه الدعاوي إلى المحكمة صحيح إلى المحكمة الدستورية العليا. اسمحي لي الأول بس كده يعني في دقيقة قبل ما نشمر ونخش في اتفضل. طبعا بتقدم بالتهنئة بعيد الأضحى لكل الأمة العربية والإسلامية ولكل الشعب العربي على الأرض العربية الموحدة ولكل المصريين. أي مناسبة للمسلم هي مناسبة يسعد لها المسيحي، وأي مناسبة للمسيحي هي مناسبة يسعد لها المسلم. صحيح. وقبل ما اخش في حكايه الدستور، في حاجه قد تبدو وانا بحكيها بعيده الصله لكن لها مغزى كبير جدا باللي هنقوله بقى بعد كده. زي ما عودتنا بالظبط سياده المستشار، دايما تربط لنا الاحداث عشان يتم الفهم بشكل دقيق في النهايه. لا هو في حدث طريف قوي. انا كنت سهران اول امبارح وصديق الدكتور كمال الهلباوي وصديق مناضل اردني نقيب المهندسين الاردنيين
المهندس ليس شبيلات. واللي ما يعرفوش هو حبس عدة مرات بسبب آرائه في المعارضة، وهي دي القصة اللي الملك حسين راح له السجن، خده في عربيته ووداه لوالدته. هو عشان ما حدش يسمع كلمة والدته يفتكره صغير في السن، هو الآن 70 عام ولكن يبدو بشباب الأربعينات يعني. المهم أنا قاعد بستمع ليه أول امبارح باهتمام شديد، قصة شيقة جدا إن ملك رايح السجن فجأة عشان يطلع سجين معارض دي وياخده في عربيته ويروحوا لوالدته. وكان قبلها الملك حسين قاعد مع والدته يحاول ان يعني هي يستنطقها انها تطلب عفو عن ابنها فما رضتش، فما كان منه غير ان هو بعدها بعده ايام راح له السجن فخده. يهمني من القصه ان هم في العربيه وانا بقول له ايه الحوار بدقه اللي دار بينك وبين جلاله الملك حسين. فقال له يا سيدي بيقول له ايه المشكله بتاعتك يا ريس؟ قال له يا سيدي والله ما في مشكله، هو المشكل ان في دستوركم يا سيدنا انا افتكرت انه بيتطبق، حاولت اطبقه ودخلت السجن بس، فدي المشكله، ما فيش اكتر من كده يعني تطبيق الدساتير. فاللي انا عايز اقوله بقى يعني المغزى اللي انا باخده من القصه دي، الدستور بيتحط لسنين طويله وعقود طويله وما نحكمش يعني رغباتنا بتاعت هذه الاجيال اللي بتحطه. لازم تحط ببالها ان الدستور ده بعد 40 سنة 50 سنة ممكن يصادف وجهات وزوايا نظر مختلفة صح عن اللي احنا حطينا بيها النص، ممتد المفعول. فلا يجب ان يكون النص حمال اوجه. يعني انا اشوفه بزاوية وغيري يشوفه بزاوية، او كلنا بنشوفه بزاوية هذه الحقبة وبعد عقدين نشوف النص بزاوية اخرى محدد. احنا عايزين صياغات قاطعة دلالة قاطعة على المفاهيم اللي احنا بنقصدها من الآن. وأنا أعلم أنه من الناحية الفنية في صناعة الدساتير، وأنا يمكن قلت الكلام ده عند حضرتك في حلقة قبل كده، أن صناعة الدساتير هي جواهرجي بيعمل ماس، فدقيقة جدا. صحيح المتعارف عليه انه الدستور نص عبارة عن شابتر واحد بيتحط بجامع مانع وخلصنا. لا، انا ناديت من زمان وبنادي عشان احنا عندنا في كل زمان ومكان ترزية قوانين بيفصلوا للحاكم من خلال الدستور امور تفرغ الدستور من محتواه. مش شرط الحاكم الحالي، الحاكم بعد 10 سنين، بعد 15، بعد 20، بعد 30. فاحنا بنتكلم في انه ايه المانع ان انا مع النص اللي هو محطوط شابتر احط بعض الاحكام المانعه للمشرع انه لما يشرع ما يفرغش النص من محتواه. احكام يعني ما احطش المبدا واسكت، لا ادي شويه تفسيرات او احكام مانعه اقول له انا بكلبشك يا مشرع يا اللي هتيجي تطبخ بكره وبعده للحاكم على مزاجك. لا، انا هو بفسر مبدئي في الحته الفلانيه. ايضا ما ينفعش انا طبعا ان الدستور هيتضمن كل التفاصيل، يعني زي ما بنقول دي مش هينفع انه يتضمن كل التفاصيل، لكن بيحل القوانين في التفصيلات الدقيقه. مش عايز برضو اسهب في الاحاله الكثيره في القوانين اللي بيها ان انا الاقي في النهايه ان الدستور ده اساسا بقى اللي عملا بيحطه مجلس الشعب. يعني تمام. لما كل نص فاهمه حضرتك اختصر اختصار شديد. ايوه. وبعدين اسيب التفاصيل للقانون يبقى انا ما حطيتش يبقى الشعب مجلس الشعب هو اللي بيحط الدستور. احنا بنضحك على بعض، بنلعب السغمايه مع بعض. لا، ما القصه مش كده. القصه ان الدستور لابد ان يتضمن الاساس اللازم من التفاصيل المانعه الحاكمه المغله لمن يعبث بروح النص مستقبلا ومفاهيم النص مستقبلا. تمام. نيجي بقى الى التأسيسية. هي الجمعية التأسيسية الأولى طبعا كان عليها معاييب معينة وأبطلت. الجمعية التأسيسية الثانية نفس المعاييب موجودة، لكن إيه اللي طرأ الأمطرة اللي في النص اللي خلت النهارده القضاء الإداري
ما حكمش بالبطلان زي ما حكم في إيه المره الاولى. ايه اللي حصل؟ ان احنا كان عندنا مجلس الشعب برئاسه الدكتور سعد الكتاتني عملوا القانون بالمعايير قبل ان يقضى بحل مجلس الشعب، ببطلان مجلس الشعب. هيك تقصد ان القانون الذي يحكم التأسيسية الان متفق تماما مع التكوين الحالي، فلن يكون هناك لكن غير متفق مع مفهوم النص 60 من الاعلان الدستوري. تمام. وبالتالي فالقضاء الاداري بيطبق قانون حلو ووحش، مر مسكر طعم زفت، او بيطبقه زي ما هو موجود. لكن يعني مطابقه هذا القانون اللي هي ايه، بس برضه نفكر الناس غير ازاي هو مش مطابق للماده 60 في الاعلان الدستوري. ماده 60 من الاعلان الدستوري يعني. كانت بتقول فور اختباء اول مجلسي شعب وشورى يجتمعوا فينتخبوا اعضاء الجمعيه التاسيسيه التي تضع ينتخبوا. فمفهوم الانتخاب ينتخبوا احنا خدناه على ان هم ينتخبوا غيرهم، وان اعضاء مجلس الشعب بمثابه مجمع انتخابي ينتخب غيره، مش معقول مجمع انتخابي عشان ينتخب نفسه. وانه ما تتحطش معايير على خارطه الثقل النسبي لمقاعد مجلس الشعب، لان الدساتير توضع بالتوافق جميع المصريين يضعوا دستورهم، وده مش حاصل، ده في تكتل داخل الجمعيه وما تعملش بتغول فصيل على فصيل، لان دي اغلبيه تضعه اليوم تاتي اغلبيه مواجهه ليه تلغيه بكره وتحط واحد غيره، وندخل في لعبه دساتير زي لعبه الكراسي الموسيقيه. مين يقعد على الكرسي النهارده يحط الدستور، مين يخرج من على الكرسي النهارده يحط الدستور بكره اللي قاعد مكانه، وده مش متفق او مش متفق مع التكوين التأسيسي الحالي. التكوين الحالي بتاع في تغول، ما زال في تغول، في تكتل، ومرتبط بالثقل النسبي لمجلس الشعب مقضي ببطلانه بالثقل التصويتي فيه، خارطه المقاعد فيه. وبالتالي هو جاء قال طيب مين اللي يطابق دي القانون بمعاييره اللي حطها مع النص 60؟ مين اللي يقول دستوري المطابق الدستوري؟ وايضا دي كرة لهب في ملعب الدستورية، لكن احنا عهدنا يعني ايه، بمعنى ايه؟ يعني العلاقة محتقنة جدا، وينظر للدستورية بمنتهى الامانة والصراحة، بينظر لها البعض انها كما ولو كانت في احكامها تناصب سلطة الحكم العداء، مش انها بتحكم بكلمة القانون في الامر ووفق معايير. والحقيقه لا يجب ابدا انها يعني ان ينظر لاحكام الدستوريه انها تناصب احدا العداء باحكامها، وانما هي للتاريخ. ما تقدرش تخرج، لان في شراح وفي فقه وفي كتب بتشرح الاحكام في الفقه الدستوري وتقول وده حكم الحقيقه تاريخي زي ما حضرتك اشرت، اذا لم يشرح الان سيشرحه التاريخ بعد ذلك. بالظبط. طب انا عايزه اكلم حضرتك على السيناريوهين المفترض يحصلوا، ما لهمش ثالث، يعني خاص بالجمعيه التاسيسيه. بس لو تسمحوا لي تسمعوا حضراتكم، كل سنه وحضراتكم بالف خير وصحه وعافيه، كل الصايمين يفطروا حالا. اتفضلوا. صوم مقبولا ان شاء الله، ربنا يتقبل منا جميعا. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. عوده مره اخرى للحديث اللي كنا بنتكلم عنه في خاص بالجمعيه التاسيسيه او اختيار، طبعا هنتكلم عن اختيار رئيس الحكومه من الاغلبيه، بس اذا ما تم فض الاشتباك الحاصل الان. انا بس عايزه اعرف سريعا كده السيناريوهين المفترض يحصلوا اذا ما تم قبول هذه الدعاوى او لم يتم قبول هذه الدعاوى. وانا معلوماتي مش عارفه حضرتك صحح لي اذا كانت خاطئه، ان في الحالتين ستعود مره اخرى الى القضاء الاداري. صحيح. فاذا ما تم قبول هذه الدعاوى شكلا وموضوعا وتم الغاء الجمعيه التاسيسيه
ماذا سيكون الوضع في هذه الحالة؟ هنرجع تاني نكون جمعية تأسيسية أم سيتولى رئيس الجمهورية؟ الكارثة تبقى أكتر. مسلسل. لا أنا هديكي الفيلم ده ما بينتهيش. لا ده في كارثة أكتر. إيه؟ ما هو أصل احنا بنلعب بالنار كده. دلوقتي اللي هينظر الدستورية هتنظر أمر محدد، مطابقة القانون اللي صدر بالمعايير اللي عمله مجلس الشعب مع المادة 60. متطابق معاه ولا المادة 60 بتتكلم في حاجة وهم طلعوا قانون يقننوا رغباتهم في تكوين الجمعية بالطريقة اللي كونوها دون أن يكون هذا التكوين هو المقصود بنص المادة 60. تمام. فهتفصل في هذا الأمر. طب قالت لا ده القانون دوت باطل غير دستوري. هنا بقى هل الجمعية التأسيسية هتكون خلصت شغلها وعرضت الدستور على الشعب والشعب قال نعم؟ ادي سيناريو. طيب اذا كان الدستور خرج والشعب قال نعم والجمعية التأسيسية خلصت طبقا لهذا الفرض وجاء بقى حكم الدستورية، يبقى ايه الوضع؟ اصبح حكم الدستورية صدوره لاحق على استفتاء مجلس الشعب، على استفتاء الشعب على الدستور، لكن هو له اثر كاشف. بمعنى ايه بس اشرح لنا. ما انا هو يعني بشكل عملي كده. بشكل عملي هو احكام الدستوريه ما بتنشئش مركز قانوني، الانشاء هي فصل فقط. لا في عندنا الاحكام يا منشئه يا كاشفه. المنشئ اللي هو بيكون المركز القانوني من تاريخ صدور الحكم، يرجع المركز القانوني لتاريخ صدور المركز القانوني اللي هو تنفيذه يعني اللي هو الحاله اللي اتكلم عنها. تمام. الكاشفه بيرتد بالحاله الى لحظه نشوئها ويقول دي كانت صحيحه او باطله. دي اللي بتعمله المحكمه يعني هيرجع ليوم ما صدر في شهر 6 اللي فات المعايير بتاعت مجلس الشعب طبقا للقانون ده. هيقول ان القانون ده في شهر 6 كان اتولد صحيح يعني بيناقش القانون نفسه ولا اتولد باطل. هو بيناقش القانون، هل هو القانون مطابق ولا لا؟ القانون ده ترتب عليه تشكيل لجنة. تمام. فهيرجع يقول من شهر 6 كان باطل. يبقى تأسيس الجمعية كان باطل. ايوه. عمل الجمعية في الدستور باطل، اجراء استفتاء الشعب باطل. تمام. هنلاقي بقى نفر من الناس طالعين من السياسيين يقول لك وهل هناك إرادة تعلو على إرادة الشعب وأن الشعب قد استفتى وقال كلمته وقال نعم فكيف نهدر هذا والمال نقول له يا سيدي احنا ما بنهدروش، ده احنا بنتكلم على وضع سألوا فيه اللي اتسرع ولعب بالنار وكان عنده احتمال ان الدستورية تحكم بهذا الحكم. يعني انا بقول يعني انك شايف، بس استوضح النقطه دي، يعني حضرتك بتقول ان غير الراي اللي انا سمعته من قبل انه لو تاجل هذا الحكم او تاخر وظهر بعد استفتاء الشعب على مسوده الدستور وقال الشعب كلمته واستقر الدستور، الراي اللي انا سمعته ان ساعتها هيقول ان الحكم ده تحصيل حاصل لان بالظبط كده، لان الشعب قال كلمته. هيجي النهارده قال كلمته بموجب اجراء ما بني على باطل فهو باطل. اجراء ايه؟ منتج بتاع دستور جمعيه. جمعيه اتشكلت بقانون، القانون اتقال باطل. هتقول لي ان الحكم صدر بعد الاستفتاء، اقول لك لا، ده كلمه الحكم عن وضع قبل الاستفتاء وقبل تشكيل الجمعيه وقبل طرح الدستور على الشعب. نصحى انا من هنا اسمحي لي بقولها لمصر كلها عشان هنرجع للبرنامج ده كوثيقه مستقبلا، وبنصح ما تدخلوش البلد في متاهه. ممكن الجمعيه تشتغل تتسلى في مش تتسلى يعني تسير تمشي تستثمر الوقت الموجود وما تقعدش. يعني في راي بقول لك نعطلها لحد ما المحكمه تفصل. انا لا بقول ما تعطلش، تشتغل. وبعد ما تشتغل الدستور خلص، احنا بنتناقش فيه نحاول نطلع اي صور او اي حاجه، ننتظر. ما تطرحش بقى على الشارع، ننتظر حتى عشان ما نخشش في الحتتين دول اللي هم الاراده الشعبيه ولا اراده الحكم. ومن يتعجل هذا الامر حاطط في اعتباراته السيناريو اللي انا بقول لحضرتك عليه، والاصوات جاهزه من الان، لا صوت يعلو. السياسه عشان يبدو لكي يبدو
الموقف مستقبلا انه صدام بين الدستوريه وبين الشعب. صحيح. بين حكم الدستوريه وبين الشعب. ما نلعبش اللعبه دي ابدا. انا بحذر من مخاطرها. يعني عندما نتوقف في لحظه مهمه جدا، يعني لحظه التوقف هنا لحظه مهمه جدا كما اشار سياده المستشار. ننتظر حتى لو المسودة جاهزة، مسودة الدستور جاهزة وعليها اتفاق داخل اللجنة التأسيسية، ننتظر حتى نرى حكم المحكمة الدستورية. صدر حكم المحكمة الدستورية بأمرين، الأمرين مش هيخرج براهم، يا إما بالقبول يا إما بالرفض. حضرتك ممكن تقولي إيه اللي هيحصل؟ قال إن غير دستوري. خلاص يبقى هندخل هنبدا بتسقط بقى اللجنه دي. تسقط اللجنه طبعا قولا واحدا. طيب بس بترجع تاني سؤال بترجع تاني بقى موجود اللجنه الجديده اللي تشكل بقى بأسس صحيحه. ما هو ده السؤال، مين بقى اللي هيشكل اللجنه التأسيسيه الجديده؟ بنفس القانون القديم ولا سيتدخل رئيس الجمهوريه في هذه الحاله طبقا لنص ماده انا طبعا مش متذكره، حضرتك هتذكرني بيه، انه في حاله تكرار وفشل الجمعيه التأسيسيه سيتدخل رئيس الجمهوريه باي حال من الاحوال بشكل او باخر؟ لا، هو رئيس الجمهوريه دلوقتي معاه سلطه التشريع في ظل غياب المجلس، وفي اعلان دستوري موجود فيه النص ماده 60. فسلطه التشريع اللي هو عشان في غياب المجلس دي بعيده عن قصه الاعلان الدستوري، لان قصه تشكيل الجمعيه مصدرها الاعلان الدستوري، مش سلطه الرئيس الاستثنائيه دلوقتي في التشريع عشان نفصل بس، وعشان المستشارين بتوعه ما يدخلوهوش في مؤسسه الرئاسه في صدامات نتيجه رؤيه مش محسوبه من قبل المستشارين. احنا بنوضحها اهو. سلطته كتشريع اللي هي بتاعت مجلس الشعب، اللي هي كانت محطوطه في ايد المجلس العسكري قبل ما يقال، اللي هي راحت للرئيس، دي ملهاش دخل بقصه الجمعيه التاسيسيه. الجمعيه التاسيسيه في الحاله دي الفرض ده ان الدستوريه قالت في بطلان، هيبقى الكلام في الاعلان الدستوري. انا بقى شايف ان الاعلان الدستوري ده اصلا ومن زمان، يعني مش من النهارده. هو مين اللي حط الاعلان الدستوري؟ الاعلان الدستوري ده اللي حطه المجلس العسكري. خد استفتاء الناس عليه؟ ما خدش استفتاء. لا لم يحدث استفتاء. انا يعني دايما بقولها، ما هو في الفقيه الدستوري الكبير، يعني احنا عندنا دستور 71 اتعطل في 11 بالاعلان الدستوري 11/2. كويس؟ 13/2 اعلان دستوري عملناه، عطلنا. قال تعطيل مجلس الشعب، تعطيل الدستور، حل مجلس الشعب، تشكيل لجنه لتعديل الدستور. طيب وجاء عمل اعلان دستوري بعد ما عملنا الاستفتاء الشهير بتاع 19 مارس وعدلنا رميناه، ورحنا عملنا اعلان دستوري اخر اللي هو طلع بال 63 ماده. فدايما انا حضرتك معترض على الاعلان الدستوري؟ بقول لا، في حاجه معلش، يعني الدساتير لا تقال الا باراده شعبيه، والاعلانات الدستوريه لابد ان ياتي عليها رغبه شعبيه. ما حصلش ده. احنا مش هنرجع من الاول تاني. سياده المستشار الدستوري بقى الله يرحمه عبد الحليم حافظ قال ايه؟ لا عرفوا ايه وداك ولا عرفوا ايه جابك، لا عرفنا 71 راح ازاي ولا عرفنا الاعلان الدستوري جه ازاي. ما خلاص. لا اقصد يعني لا تكبل هذا الاعلان الدستوري. لا ما حصلش عليه استفتاء، فيستطيع سلطه منتخبه من باب اولى يستطيع الدكتور مرسي ان يعدل فيه. انا بتكلم من زاويه دستوريه. ايوه. قد انصح من ناحيه سياسيه ان احنا ما نجيش جنبها، لكن انا بتكلم من ناحيه قانونيه انه يقدر يجي جنبها. ليه؟ لو كان ده الاعلان الدستوري جاي باستفتاء شعبي ما كانش كنت اقول للدكتور مرسي ما تقدرش تيجي جنب الاعلان الدستوري الا باستفتاء شعبي، تعمل تعديل وتعرضه على الشعب. لكن هو بما ان ما الاعلان الدستوري اتى دون اعلان دون استفتاء شعبي، اقوم انا كسلطه منتخبه رئيس جمهوريه ما اقدرش اعمل اعلان دستوري تاني معدل؟ اقدر. بس سياسيا بقول دلوقتي
فتره يعني احنا في يعني بس يتم الاتفاق على ما هو ضروري في الاول سياده المستشار. اذا راي حضرتك انه سيتم في حاله الرفض او قبول الدعاوى سيتم يعني اتكلمنا على حاله عدم الدستوريه، حاله الدستوريه خلاص خلاص المسائل ماشيه. عدم الدستوريه اذا ما تم حل اللجنه التاسيسيه سيتم حل كل الاجراءات وكل ما تبع هذه اللجنه التاسيسيه وسيعاد تكوين لجنه تاسيسيه اخرى. مظبوط. هروح لتقرير بس المفروض بقى طيب المفروض هرجع له بس هنروح لتقرير وبعد كده نشوف المفروض ايه بقى على نفس الطريقه. ما احنا هنشوف الطريقه الجديده، مش هنعملها انيل، هنشوف الطريقه الجديده بعد اذن حضرتك. اتفضل. قانون الإجراءات الجنائية حتى الآن لم يضع نص خاص بتفتيش السيارات. عقد الإيجار هو أحد العقود التي نظمها المشرع في القانون المدني. التسجيل العقاري ودعوى صحة التوقيع. يجب علينا أن نعرف معنى الاستقامة. أهم شيء يعني بيسبب أن مواطن عادي يدخل محكمة الجنح. نفقة الزوجية والصغار. حديثنا اليوم إن شاء الله عن نفقة الزوجية والصغار، كيف تقدر، متى تستحق نفقة. تدخل المشرع في قانون الأحوال الشخصية وقرر بعض المواد التي تستحق فيها الزوجة والأولاد النفقة، وهو في حالة عدم إنفاق الزوج على زوجته وأولاده، فأعطى للزوجة وللأولاد أن يجبروا هذا الزوج على أداء تلك النفقة. وقد قرر المشرع بأن تستحق النفقة للزوجة والأولاد على الزوج على حسب يساره، وتقدر بحسب دخله، فيحسب دخل الزوج وتستحق النفقة للأولاد، للبنت حتى تتزوج، وبالنسبة للولد حتى يبلغ 15 من عمره، إلا إذا كان لديه آفة عقلية أو بدنية، أو كان يطلب العلم اللائم أو لأمثاله أو المناسب لأمثاله، فيستحق النفقة على أبيه حتى يستكمل دراسته ويقدر على كسب قوته. كما فرض المشرع على الزوج أن يهيئ لأطفاله والأولاده المسكن اللائم الذي يتناسب مع وضعهم الاجتماعي، وخير الزوجة بين أن تطلب أجر مسكن أو أن تستأثر بمسكن الزوجية إلى انتهاء فترة الحضانة، إلا إذا كان هذا المسكن تمليك، ففي هذه الحالة للزوج أن يهيئ لهم مسكن آخر حتى لا يضار في الشقة التمليك، وأن يهيئ لهم المسكن الملائم لأمثالهم. هذا بالنسبة للزوجة والأولاد. بالنسبة للمطلقة أو للحاضنة فإنها تقيم مع أولادها أو المحضونين فترة الحضانة التي تستمر حتى 15 عاما، وهي تستحق أجر يسمى أجر حضانة إلى انتهاء هذه الفترة، ثم تنتهي أجر الحضانة ويستطيع الزوج أن يسترد مسكن الحضانة من الحاضنة. بالنسبة لأجر التعليم يفرض على الزوج أن يهيئ التعليم المناسب لأولاده والمناسب لأمثالهم، وأن يؤدي إليهم مصروفات هذا التعليم، لأن النفقة يجب أن تشمل المأكل والملبس والمسكن. تعليم لا بد أن يتناسب مع الأولاد في وضعهم الاجتماعي وطبقا للوضع الذي يعيشون فيه، فيجب عليه أن لا يضرهم في تعليمهم، يجب عليه ألا يحاربهم في تعليمهم. ادى القاضي الحق في أن يجبر الزوج على هذا إذا تعسف الزوج باعتباره ولي التعليم، أن يجبره على أن يعلم أولاده التعليم المماثل الذي يوازي الدخل الزوج. ده بالنسبة للنفقة. للنفقة أن تزيد فيما بعد، يعني يجب أن تزاد فيما بعد على حسب دخل الزوج. فمن حق الزوجة أو المطلقة الحاضنة أن تقيم دعوة بزيادة المفروض، وأن تدعي
أن الدخل لا يكفي بحاجاتهم الضرورية، فيتدخل القاضي ويحكم بزيادة هذا المفروض. كما أن من حق الزوج أيضا أو الأب أو الحاضن أو الأب قصدي أن يطلب من المحكمة أن تخفض المفروض من نفقة طبقا للوضع الاجتماعي الذي آل إليه، لو حدثت ظروف استجدت فيما بعد وقل دخل هذا الأب، فيجب على المحكمة أن تتحرى عن هذا وتتحرى عن دخل الأب. إذا ثبت لها أن الأب دخله قد قل فعلا نتيجة ظروف اجتماعية، نتيجة ظروف تمر بها البلاد، نتيجة تجارة، نتيجة كساد تجارة، نتيجة خسائر، فيجب على المحكمة أن تنتقص من هذه النفقة. وهضرب مثال طبعا بما حدث في مصر بعد ثورة 25 من يناير. قطاع عريض جدا مثل قطاع السياحة أصيب في مقتل، أصحاب الشركات السياحة أصبح لا دخل لهم، فبالتالي هذا مثال يوضح كيف يستطيع الأب أن يقلل أو يخفض من هذه النفقة التي كانت مفروضة عليه من قبل طبقا للحالة الاجتماعية التي آلت إليها حالته. في حال قبول دعاوى البطلان سيتم يعني إلغاء أعمال التكوين وتأسيس الجمعية التأسيسية الحالية وإلغاء أعمالها وما يترتب عليها من يعني مسودة للدستور. ولكن سيادة المستشار كان ليه تعليق قبل الفاصل أو قبل التقرير، ولكن بشروط ألا يتم نفس الشكل ونفس فلسفة تكوين الجمعية التأسيسية. يعني أنا عشان نخرج من هو المفترض إن الحديث ده تلقائي ومنطقي والا نتحدث عنه، يعني سواء يعني طالما ان حصل الغاء وبطلان. كنت اقترحت قبل كده ازاي نعملها وقلت نعمل 100 اسم من رؤساء، من نقباء النقابات، رؤساء الروابط والجمعيات السياسية والاجتماعية، من يعني عندي المحامين اجيب نقيب المحامين، الزراعيين اجيب، الاجتماعيين اجيب، وهكذا، من رؤساء الاحزاب، من الشخصيات العامه، واراعي انه يكون من اساتذه الجامعات تحديدا القانون الدستوري، اقدر واعمل 3 ميات من التوليفه دي. كشف ده في 100 ناس عظيمه جدا ونسب محترم بهذا الشكل. بديل اخر كشف تاني، كشف تالت، واعرض ال3 على الشعب والشعب يختار لي كشف منه. تمام. بس في استفتاء كشف 1، كشف 2، كشف 3 تختار. هو المنطقي ان يحدث هذا الامر، يعني الا نناقش هذا الامر، خصوصا انه مش عايزين نلجا للاستفتاء، نقدر نعمل نتوافق. هي اذا خلصت النوايا هيتم تاسيس وتكوين بسيط، مش صعبه يعني. مش صعبه ابدا يعني. وزي ما بقول لحضرتك، هو المفترض ان هذا الكلام كلام منطقي و يعني مسلمات. ليه بنتكلم فيه وننادي بده؟ لان حصل قبل كده انه تم حل الجمعيات التاسيسيه، وعندما اعيد تكوين الجمعيه التاسيسيه مره اخرى اعيد تكوينها بنفس مآخذها والعيوب التي تشيب تكوينها. الثالثه تبت هيبقى فيه مشكله، مش هتبقى ثابته. مسودة الدستور، تعليق حضرتك، مسودة الدستور ما بين القبول والرفض، كتير من الفقهاء الدستوريين ومن لهم آراء محترمة من القانونيين علقوا على هذه المسودة اللي خرجنا به من كل التعليقات أنه هناك تحفظات كثيرة جدا على مسودة القانون، عفوا مسودة الدستور التي تم تسريبها عمدا حتى يستكشف ردود الأفعال. هل حضرتك بتتفق مع الرأي ده يا فندم؟ ومن وجهة نظرك يعني ما هي أهم البنود التي عليها مآخذ؟ هو أولا في الأساس مبدئيا في الأول ما عندناش أرضية ما عندناش مسودة واحدة في أكتر من مسودة موحدة في إيد الناس. طب دي في حد ذاتها عندنا مسودة ستريتش تمسكيها حضرتك تلاقيها بالصياغة، أنا أمسك مسودة أجيبها تاني من على برضه سايت ألاقيها بالصياغة تانية من على سايت. هي كل الحاجات دي من النت؟ جميع لا مفيش مسودة بشكل رسمي، مفيش مسودة موحدة أخد أنا المسودات
فعلا الاقي مسوده ناقص منها حاجه، الاقي مسوده مع حد جايبها من مسوده الاقي فيها حاجه تانية. طب ايه المقصود بكده؟ يعني نقعد نتناقش احنا في حاجات فيجي يقولوا لنا لا اصلا مش دي كده، ده معموله ان واللي بيتناقشوا هناك يعني نفترض انهم كده، ناس بتتناقش في دول فيطلعوا دول يقولوا لا ده مش انتوا مش واخدين بالكم ده هي هنا، واللي هنا يقولوا لا مش واخدين بالكم ده هي هنا. بقى ينفع الكلام ده؟ ولا المفروض ان انا عندي مسوده اللي هو المنتج اللي استقر عليه النهائي اللي احنا بقى بنتحاور فيه حوار مجتمعي. صحيح. امال اعدل في مين؟ بس صح، منطقي. طيب امال حضرتك هتكلمنا وتناقشنا على اي على المتاح ولا جمعت؟ يعني بقدر الامكان. طيب. بقدر الامكان. في اختلاف وتحفظ كبير جدا على الماده الثانيه من المواد الدستوريه، هي ايه المشكله؟ والله الماده الثانيه انا مش يعني هي ومن زمان ومن شهر 3/2011 انا طلعت الصياغه ليها محترمه جدا. ويمكن هي في صياغه ليها قريبه وكانت الصياغه دي محترمه جدا، اثنى عليها الله يرحمه ويحسن اليه صديقي الحبيب المستشار محمود بيه ابو الليل وزير العدل انه هي ايه المشكله اصلا؟ الخلاف على ايه؟ انا ما هو كل واحد بيحاول يزودها شويه في حاجه بتخرج من يعني اما هتدوس عليها من هنا هتخرج من هنا. الاعتدال مطلوب. انا عايز ان يبقى الشريعه مصدر رئيسي زي ما هي موجوده في 71، خلاص ما هي موجوده، لكن في نفس الوقت وانه المصريين الذين يدينون، كانت صياغتي انا من زمان اللي كنت اعملها على ان تسري احكام الشرائع السماويه على المصريين الذين يدينون بها فيما يخص احوالهم الشخصيه وشؤونهم الدينيه. تكمله لبقيه النص وخلصنا. كل واحد فيما يخص شؤونه الدينيه كله على حسب اختلاف ديانته. بس انا الشرائع السماويه، حتى كان في البعض يقول لك وتقول الشرائع ليه؟ اقول له لا، ما انا ما اقدرش اقول غير الشرائع. يهوديه، مسيحيه، اسلام. ماليش دخل انا بقى بقصص ثانيه، معتقد ثاني بقى، كل واحد هو ايه حسابه مع ربه. لكن انا مش هاجي اعترف لك بيه في الدستور بتاعي. طب انا برضو ما فهمتش هي المشكله في ايه؟ يعني ما احنا ماشيين في البعض يقول لك بنفس الماده السياده لله. حط لي السياده لله. يعني انت هو السياده لله دي ما هي ده مسلمات، ده منطقي. لا ده السياده لله يعني هو انا باجي على الكره الارضيه اقول السياده لله، مش مصر بقى ولا هقول القاره العالم. هقول السياده لله، لا ده السياده لله على ما لا نعلم وهو ما لا نعلمه، واحنا هنحيط ايه من علم الله اللي هو يعني سيد عليه. اقصد اقول هو الخلاف في المضمون ولا الخلاف في الصياغه؟ لا، ما الصياغه بتؤدي المضامين. تمام، بس بتديك مضامين تانية، بس بتكون المشكله اقل مستخلف في الارض. تمام، بس هي المشكله بتكون اقل شويه لما نكون متفقين على المضمون واحنا فاهمين كويس قوي احنا بنعمل ايه، بس الصياغات احنا بنختلف عليها. هي الماده الثانيه واصله الى يعني هو البعض ياخد عليها يعني مثلا بعض اخواتنا المسيحيين مثلا ليهم وجهات نظر فيها انه طيب انت ما قلتش مبادئ الشريعه الاسلاميه، قلت احكام. طب احكام دي انا اخش بقى في انهي مذهب من المذاهب الاربعه؟ والمذهب ده بيقول حاجه والمذهب ده بيقول حاجه. وبالتالي ده هيبقى فيه انعكاسات سلبيه على حاله فهم الوقوف على المعني باحكام الشريعه الاسلاميه. كان في اراء بتقول ان هناك ايضا خلاف، لكن هو دي واضحه المقصود بها القران والسنه. تمام، بس في خلاف، والازهر هو المرجعيه فيه. ما هي دي بقى المشكله. في خلاف، هل المرجعيه بتكون للازهر ام ان يكون هناك المرجعيه الوحيده ان تكون للازهر، ام ان يكون هناك يعني اتجاهات اخرى كمرجعيه؟ اتجاهات اخرى زي يعني منابر اسلاميه اخرى؟ لا، مفيش حاجه اسمها منابر اسلاميه. اما الخلاف كان على ايه؟ انا اعمل لك منبر النهارده وواحد بيصبع كفته تحت يجي يعمل لي منبر بكره غير متخصص. مش يعني ايوه واحد مش عارف بيعمل ايه بكره
هو المفترض ان يكون الاتفاق الاساسي على الازهر. هل هناك اصوات داخل الجمعيه داخل الدستور في خلافات حول مرجعيه الازهر، ولا متفقين حول هذه النقطه؟ لا، هو بعض الناس برضو عندها خلافات مع ما انا مش فاهم ليه. يعني حتى عند هؤلاء الذين يروا أن الأزهر تقهقر دوره وتأخر، وأنه في فترة من الفترات كان مسيسا وكان يسير في ركاب الحاكم السابق وإلى آخر حجج هؤلاء. الأزهر يا سادة فيما يخص الدين، فيما يخص الدين لا يحيد عن الصحيح كما يراه صحيحا طبقا للقرآن والسنة. تمام. موضوع المواقف بتاعته السياسية أو غير بعض لا يقلل طبعا، لا تنال من مواقفه من فهمه للدين. صحيح. وسطية الدين. صح. مين بقى الأزهر؟ احنا كل حاجة عندنا نقعد نسفه فيها بقى الأزهر عند الدنيا كلها بره حاجة شامخة عظيمة، منارة دينية كبيرة، واحنا عمالين هنا نحدف فيها بالطوب على طول نحدف فيها. طب هل تم الاتفاق بشكل متوافقي على المادة الثانية ولا لسه فيها خلاف؟ المادة الثانية من الدستور. لا، هي بقى فيها يعني ما اعتقدش فيها دلوقتي في الصيغة النهائية الخلاف الفج يعني. تمام. يعني هو في خلاف بين صيغة على حد علمي كان وضعها السلفيين بعد التيار السلفي، هم مختلفين فيها عن الصيغه اللي هي بيقول لك صيغات حد صرح بهذا اذا ما كنتش فهمت غلط يعني، انه احنا الصيغه اللي احنا حاطينها ما ظهرتش، والصيغه اخرى اللي هي ظاهره دي احنا مش موافقين عليها، ودي بتمثل هنا بقى وفي تهديد بالانسحاب فيه. أيوة. هنا تمثل بقى خلاف جوهري شديد جدا. طبعا. لكن اللي صدر حسب بقى الصورة الأولانية يبدو انه ما فيهوش خلاف. التصريح اللي انا سمعته امبارح لا، في خلاف جوهري. يعني ففي اضطراب. طيب انا سمعت بشكل عام ان ما يشيب مسودة الدستور هي انها تمنح حقوق وتسحبها بشكل اخر. صحيح. او من وجهة نظر اخرى. صحيح. او ببند اخر او بمادة اخرى. تمنح باليمنى وتسلب باليسرى. صحيح. طيب فيما يخص عندنا اكتر من حاجه، يعني مثلا حريه الاعلام، الحريات بشكل عام، مش بس حريه الاعلام، الحريات والحقوق، هل ده ينسحب ايضا على الفكره اللي حاصله داخل مسوده الدستور؟ تبقى مشكله كبيره. شوفي حضرتك، ناخد عينه بسيطه سريعا كده، لان احنا عايزين حلقه 3 ايام مش صح. ساعه. صح. طيب هنوقف البث عندنا في القناه 3 ايام علشان نناقش مسوده الدستور. اتفضل. عندي في الحقوق والحريات والواجبات العامه، المادة 10 حسب النسخة اللي معايا بيقول لي حرية الصحافة والطباعة والنشر والإعلام مكفولة، والرقابة على ما تنشره محظورة. الله، حاجة عظيمة. ولا يكون إنذارها، شوفي بقى اللي جاي، ولا إنذارها ولا وقفها ولا إلغاؤها إلا بحكم قضائي. يبقى أنا أقدر ألغي الصحيفة بس بحكم قضائي. بس ما تقدرش حضرتك تقول ان هو ده عقاب جماعي. بس دي واحد النهارده صحفي من وجهة نظر النظام ايا ما كان بعد يعني عشان تبقى النظام دلوقتي، النظام بعد 10 سنين، النظام بشكل عام بعد 20 سنين سنة 50 سنة، النظام اللي موجود واحد صحفي من وجهة النظام قال لك ده والله ده كلام ده مطرقع وهيشتغل لي، لا اقفلها له. تقفلها ليه؟ ما في صحفيين وفي بيوت مفتوحه وفي عاقبه هو ان خرج عن القانون. عاقب الصحفي يا سيدي الفاضل اللي هو من وجهه نظرك شط وخرج عن اللي انت عايزه، ان كان في مبرر في قانون العقوبات عاقبه. ايوه. لا بس حضرتك معلش، هي المشكله مش مساله بيوت وناس بتاكل عيش، مساله ان هو مس حريه الصحفي نفسه، يعني ولا عمل كل هذه التجاوزات، بس هو حجر وتجاوز في انا مش بتكلم عن حجر، انا بتكلم لو ان الصحفي اتى، يعني هي مش المشكله ان اتى مما يمكن ان يؤاخذ عليه.
ماليش دخل بالصحيفه. ما هو مما يؤخذ عليه على حسب قانونا. ايه؟ قانونا ولا اهواء؟ لا قانون ومزاجات. لا بتكلم قانون. مزاجاتها هنقعد نقفش في بعض مزاجات. لا مش ما ينفعش. يعني كل واحد يكبت حريه واحد يروح حاطه السجن عشان مزاجي كده، ويجي حد بكره يحط التاني يعني ما هو ما ينفعش. ما ينفعش. من كانوا في السجون بالامس هم حكام اليوم. تمام بس ماشي. ومن كانوا حكام الامن هم مساجين. الله. هم مساجين اليوم. سبحان الله. بس فمش هنقعد نشتغل يعني لا يعني هي حصلت. يعني هي حصلت. تمام. عايزين حاجه جديده يا ريت كلنا. عايزين بقى يعني امور. ولكن اللي حضرتك عايز توصله لي ان هذا الامر اللي هو الحريات المكفوله مقيده في النهايه بحكم قضائي. هل اقدر افهم انا ده ان هو تعويل على نزاهه القضاء؟ ان القضاء في النهايه ان الامر سيحال للقضاء. انا في النهايه ما اجيش ناحيه الصحيفه لا بقضاء ولا بغير قضاء. في الاساس. ما هو الصحيفه لوحدها مش حاجه هتقرص حد. ما بتقرص، مش تعبان كويس. فما لكن عاقب من اساء اللي فيها هي ككيان اللي فيها اللي بيقرص، اللي بيلدغ، اللي فيها المقال، اللي فيها القلم، اللي فيها هو اللي بيلدغ. يا سيدي لو في حاجه طبقا لقانون العقوبات حاسبه. صحيح. بتعمل عقاب جماعي ليه؟ طب بغض النظر عن العقاب الجماعي ده يا فندم، المساله كمان انه حتى الشخص انت عندك حاجات كتير على فكره. عندي بس النقطه دي اصلها مهمه، ما ينفعش نعديها كده. قلت لي حتى اللي هي اتفقنا بيدي باليمين ياخد بالشمال، ففي عندي فيها كتير. لا بس انا في النقطه ديت اللي حضرتك اتكلمت عنها كمان لازم يكون حتى معاقبه هذا القلم الذي اساء ان يكون اساءه فيها تجاوز، ولا يكون انتقاد او مراقبه لعمل. انا ما بتكلمش عن النقد وما بتكلمش عن الراي. انا بتكلم على ارتكاب جريمه. مش هتاكد عليها علشان في ناس لا لا, لا 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 طبعا انا مش بتكلم حريه الراي. ما كنتش هقول رايي وهكتب وجهه نظري حتى ولو كانت لاذعه ولو كانت ساخنه ومش هتشطه ومش مبلوعه من الزور عند اللي مش بلاعها. انا حر. صح. لكن انا بتكلم في نطاق اللي ارتكب جريمه من خلال المقال، في اسناد، في قذف، في سب، في طبقا لمعايير القذف والسب في قانون العقوبات. طيب انا فاضل لي دقيقتين بس عايزه اتكلم. طب انت ما خلصتيش حاجه. احنا خلصنا في ما عايز اقول لك على حاجه. الوقت في المنح والسلب بسرعه بس هقول لك بسريع. في حريه التنقل والاقامه والهجره مكفوله. عظيم. اروح واخرج واهاجر وانا حر. حلو. ولا يجوز ابعاد اي مواطن عن اقليم الدوله. ما تقدرش اي سلطه تبعد مواطن عن اقليم الدوله. حلو. ده التاكيد. او منعه من مغادرتها او العوده اليها. حلو. ولا ان تفرض عليه الاقامه الجبريه. يا سلام. الا بامر قضاء مسبب. الا بامر قضاء مسبب. اذا كانت عايده على عدم فرض الإقامة الجبرية لازم تتوضح أحسن من كده. إذا كانت عايدة على ما قبلها وهي قد توحي كده، ما هنا بقى بنقول حمال أوجه، حد يفهمها بزاوية وحد يفهمها بزاوية. طيب يبقى ممكن تعود على إن أنا أستطيع إبعاد أي مواطن بأمر مسبب عن إقليم الدولة. تفهم كده وتفهم كده. تفهم كده وتفهم كده. يعني أنا أقدر النهاردة أجيبك أقول يلا يا أستاذة رانيا بالسلامة شوفي لك دولة غير دي مش هتيجي هنا. بأمر مسبب. تمام. إذا ده لا يعني اما تمنع حد من السفر ماشي. لكن تاخدي حد تهجريه قسريا وتبعديه عن البلد، دي مصيبه سودة. صحيح. مش ومحدش بيتكلم في دي. يعني حضرتك اتكلمت فيها دي. لا ما يعني محدش بيتكلم فيها صحيح. يعني دي خطيره. طيب احنا وقتنا خلص. حضرتك عندك حاجات في تعيين مجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء، عندك في رئيس الجمهوريه، عندك في التفويض، وفي الجنسيه حضرتك عندك في الجنسيه. طيب حضرتك ممكن تشرفنا في ساعه بس مباشر قادمه ان شاء الله علشان نكفي الفكره. عامه هي مسوده الدستور تقريبا ممتده معانا فتره، بس عايز اقول ان احنا شكل النسخه انها نظام برلماني مقنع على استحياء. وبستعجب البعض يقول ده في سلطات مطلقه لرئيس الجمهوريه. لا، ما فيش سلطات مطلقه لرئيس الجمهوريه. في سلطه ملخبطه ما بين سلطات البرلمان وسلطات رئيس الجمهوريه. في الاخر فيها تداخل هيعمل تشابك وصراع بين السلطات مستقبلا. اتنين بقى اخر ثانيه عشان تقفلي بقى يعني انا النهارده نائب رئيس الجمهوريه لما بقول
في حاله انا هدي لحضرتك ساعه بس مباشر كامله قادمه عشان حضرتك تكلمني عن هذا الموضوع، لاني اتعودت اني ما طب اسمعش. طلعت من بقي هقولها بقى. اتفضل. نائب رئيس الجمهوريه، انا بقول في غياب رئيس الجمهوريه بجيب رئيس الوزراء، ولما بقول رئيس الجمهوريه يستطيع ان يفوض رئيس الوزراء او الوزراء او المحافظين. ونائب رئيس الجمهوريه ده لو موجود يبقى ما يجيب رئيس الجمهوريه يحل محله رئيس الوزراء، ويبقى اعلى من نائب رئيس الجمهوريه. ليه؟ واحنا بنعامل نائب رئيس الجمهوريه انه مش الحالي يعني ايا ما كان، انه جاي من اسرائيل يعني ولا ايه؟ ما هو نائب رئيس الجمهوريه هو الاولى انه يحل محل رئيس الجمهوريه. فهو ساعه وهو راكن للنظام البرلماني يخفض نائب رئيس الجمهوريه عشان يتسق مع فكره النظام البرلماني، ولما يجي يركن لفكره الرئاسي نلاقي في كلام المفروض يبقى فيه رئيس الجمهورية. احنا نقفل الباب ولا نفتحه رئيس وزراء؟ انا بس انا ما اتعودتش اسمع كلام حضرتك يا ناس يهود اللونا ايه اللي معمول ده. طيب انا ما اتعودتش اصلا اني اسمع كلام سياده المستشار على عجله، لان لازم بيفسر لنا كويس قوي، يفهمنا كويس قوي. وانا موتوسيكل. هدي لحضرتك ساعات بس مباشر قادمه ان شاء الله. بشكر جدا سياده المستشار كمال الاسلامبولي رئيس المجلس الوطني ورئيس اللجنه الدستوريه بالمجلس الوطني. شكرا يا فندم. كل سنه وحضراتكم بالف خير وصحه وعافيه، عيد سعيد عليكم يا رب وعلينا جميعا.